السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي في كل مكان عاملين إيه؟ يا رب دايمًا تكونوا بخير وبصحة وسعادة، وحشني كتير. النهارده من مطبخ ماما عبير هنعمل طريقة عمل الكريب. مين فينا ما بيحبش الكريب؟ وخصوصًا عيالنا الامتحانات اشتغلت اليومين دول يطلعوا من الدروس وبيروحوا ياكلوا برّه. ليه ما نعملوش في البيت؟ زي ما أنتم شايفين كده حلاوة وطعامة ما فيش بعد كده، عظمة، عظمة، عظمة. الجبنة سايحة ونايحة زي ما أنتم شايفين كده. يالّا نسمي الله وندخل نعرف الطريقة ونشوف المقادير. بس قبل كل شيء ما تنسوش تحطوا اللايك وتشيروا الفيديو في كل مكان. أنا هنا معايا نص كيلو لحمة شاورما. ضفت فيها عليها يعني معلقة ملح، معلقة فلفل أسمر، معلقة شطة، معلقة زنجبيل وجوز الطيب وبهارات لحمة. وحطيت كمان معلقة خل، وضفت كمان ليمون. كل الحاجات ديّة بتعزّز الطعم، وكمان بتخلّيها تستوي بسرعة، يعني ما بتاخدش وقت. بس لازم طبعًا التتبيلة اللي أنا باعملها ديّة تتحط في التلاجة مش أقل من 4 ساعات، علشان يعني اللحمة تبقى كويسة. ضفت هنا معلقة صويا صوص، ومعلقة كاتشب. كل الإضافات أو الصوصات اللي أنا باضيفها على لحمة الشاورما ديّة بتعزّز الطعم، وبتخلّي اللحمة juicy كده، وكمان بتخلّيها تستوي بسرعة. هنا معايا الباربيكيو برضه بيخلّي طعم اللحمة جميل جدًا. يعني أي صوصات أنتم بتحبوها ضيفوها على اللحمة مش هتقول لأ يعني. وممكن تحطّوا كمان لو عندكم معلقة زبادي ضيفوا عليها برضه. كل الحاجات ديّة بتعزّز الطعم، وبتسوّيها بسرعة، يعني بتخلّيها ما تاخدش وقت على النار خالص. زي ما أنتم شايفين كده باقلّب كويس جدًا، وبعد كده باحطها في التلاجة زي ما قُلت لكم مش أقل من 4 ساعات. ويا سلام لو سِبتوها بقى تبات ليلة، هتبقى عظمة، عظمة، عظمة. تمام كده، أنا خلاص قلّبتها كويس. هاجيب الاسترتش بقى وأغلّفها وأدخّلها التلاجة. واروح بقى للكريب. الكريب هنا أنا معايا كوبايتين لبن أو كوباية ونص لبن، ضفت عليهم بيضة، ونزلت بنص معلقة سكر ورشة ملح. وضفت بقى أنا حطيت كمان معلقة خل. وضفت هنا 3 كوبايات دقيق وضربتهم في الخلاط، ومعايا هنا بصل وجزر وطماطم وفلفل. دُولة هاسويهم على يعني هانزل بيهم مع الشاورما، مش هاحطهم في الكريب من برّه. لإني طبعًا يعني لمّا باضيف الخضار ده على الشاورما بيدّي طعم لذيذ جدًا. تمام كده، جبت الطاسة بتاعتي الحلوة ديّة ونزلت بشوية زيت. أنا هنا ضفت توم، كنت نسيت أحط التوم، لإن التوم طبعًا بيدّي طعم لذيذ جدًا للشاورما. قلّبت كويس، أنا كنت حاطة توم باودر يعني، بس ضفت كمان معلقة توم ني كده عشان يدّي طعم ولذاذة للحمة. بعد ما ضفت المعلقتين زيت، نزلت بقى بالشاورما، هاشوّحها تشويحة محترمة كده. وأول ما ألاقيها نزّلت المَيّة بتاعتها، بابدأ بقى أنزّل الخضار. يعني لمّا مثلًا تستوي كده اللحمة نُص سِوَى، أبدأ بقى أنزّل الخضار، لإن الخضار ما بياخدش سِوَى في يعني ما بياخدش سِوَى كتير، بيستوي بسرعة يعني أقصد. تمام كده. باقلّب كويس أوي. عايزين تضيفوا مع الزيت معلقة سمنة ما فيش أي مشكلة، أو معلقة زبدة ما فيش أي مشكلة. أنا هنا يعني عملت بالزيت بس، عشان برضه يعني باحاول أقلل من الدهون علشان خاطر الكوليسترول، وأنتم عارفين يعني الدنيا عاملة إزاي. قلّبت كويس، وبعد ما شوّحت اللحمة كويس بابدأ بقى أنزل بالبصل، وبعد كده باشوّح البصل مع اللحمة، وبعد كده بانزل بباقي الخضار، أشوّح برضه الخضار مع اللحمة، وهكذا. وبعد كده باضيف نُص كوباية مَيّة، وباغطّيها واسيبها تستوي مع نفسها كده لغاية ما أتأكد إن الشاورما استوت كويس.
ببدأ اطفي عليها بقى واشتغل بقى على طول. تمام كده. في ناس بتقول ان الشاورما مش بتستوي معاهم. الشاورما مش بتستوي معاهم عشان هما بيشتغلوا بيها على طول، يعني بيجيبوا اللحمة ويشتغلوا بيها على طول. يعني 80% ان انا اتبلها وادخلها التلاجة تقعد لها كام ساعة في التلاجة. يعني هي دي اللي بتنجح الشاورما بسرعة وما بتخليهاش تاخد سوا كتير، ويعني ما بتقعدوش كتير. يعني في ناس بتشتكي انا بحط اللحمة على النار وبتقعد اكتر من ساعة على النار. ليه؟ لان انتي ما تبلتيهاش. حبيبة قلبي لازم تتبليها كويس. تمام كده. الفراخ احنا عارفين الفراخ بتستوي بسرعة، شاورمة الفراخ بتستوي بسرعة، لكن اللحمة بتاخد وقت. فعشان ما تاخدش وقت لازم اتبلها كويس. القصة ديت يعني قلتها كذا مرة، فلازم ناخده بالنا. يعني جبت هنا الطاسة بتاعي، هنعمل بقى الكريب. الكريب جبت بقى معلقة زيت كده بالمنديل ومسحت الجريل بتاعي، وببدأ أنزل بالكريب. الكريب عملته لكم برضو كذا مرة، طريقته سهلة جدا ومش صعبة خالص. زي ما انتوا شايفين كده بقلبها على الجنبين، ويعني بعمل العملية ديت كذا مرة بقى. يعني انا عملت 3 كوبايات دقيق. كل ما اسرتك تبقى كبيرة يعني ما شاء الله، وكل ما بتكتروا يعني الخليط بتاع الكريب. تمام كده. انا 3 كوبايات كفوني يعني. تمام كده. عمل 10 يعني 10 كريباية. ال3 كوبايات عملوا 10 كريباية. تمام كده. بعد خلاص ما استوي بدأت مع عندي بقى الجبنة الموتزاريلا. براحتكم بقى، عندكم موتزاريلا، عندكم ميكس جبن، براحتكم. بس يعني هو الأسهل الواحد بيجيب الموتزاريلا عشان يتأكد ولازم يبقى نوعها كويس عشان تسيح، لأن في موتزاريلا في السوق مش بتسيح. ماشي. اتأكدوا يعني، جربوا كذا نوع واعرفوا ايه النوع اللي بيبقى كويس معاكم واشتغلوا بيه. حطيت هنا زيتون، كان عندي كنت مفرزة زيتون. وحطيت الجبنة الموتزاريلا. عايزين تضيفوا اي اضافات ضيفوا. انا حطيت الزيتون وحطيت الجبنة وحطيت كاتشب وحطيت مايونيز. وفي كريب ما حطيتش فيه لا مايونيز ولا حطيت فيه كاتشب، لان انا عندي في ناس بتحب الحاجات دي الصوصات دي وفي ناس ما بتحبهاش. ولفيت الكريبايه كده بكل بساطه وسهوله، ومفيش اي تعقيدات فيها خالص. تقدري تعملي الكريب كل يوم بالطريقه ديت، سهله جدا. عملتها لكم كذا مره. ماشي. آه والطريقة دي سهلة للبنات برضو اللي بتحب الكريب وبتحب تدخل المطبخ وتشتغل. خلاص بعد ما لفيت الكريب جبت جريل وحطيت معلقة زبدة. بصوا معلقة الزبدة دي بتفرق كتير، يعني جامد قوي 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 ان انا احط معلقة زبدة واحمر، او يعني احمر الكريب بمعلقة زبدة. الله الله، بتدي طعم للكريب، طعم خطير احسن من الجاهز ب100 مرة. الجاهز بيبقى ناشف كده وتيجي تقطمي القطمة تلاقيها واقفة في زورك. بجد ده بيبقى جميل جوسي كده وطعمه لذيذ. يعني مش هقول لكم بقى على اكلات البيت، الاكل البيتي طبعا 100 100. ودي كانت يعني حلقتنا النهاردة. مش عايزاكم بقى تروحوا في أي حتة وتقعدوا تتفرجوا على الفيديو من الأول للآخر، بجد هيفيدكم كتير. وسلام عليكم.